السلام عليكم، أهلًا بيكم في فيديو جديد. خلاص رمضان بيودّعنا، ربنا يتقبّل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب، العيد داخل علينا، والنهارده هنتكلم عن المفروض نعمل إيه في العيد. عايزة أقول لكم إن الفرحة بالعيد وإن إحنا نهنّي بعض بالعيد دي حاجة جميلة جدًا ومن السُنَن وبناخد عليها حسنات وثواب، لإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا: "للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه." فإن إحنا نكون فرحانين بالعيد وبنهنّي بعض بالعيد دي سُنة وبناخد عليها ثواب ومن تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى إن إحنا نكون فرحانين بالعيد اللي ربنا كتبه على المسلمين. طيب إيه الحاجات بقى أنا كطفل مسلم وطفلة مسلمة إن أنا هاعملها في يوم العيد؟ أول حاجة من السُنن إن أنا أغتسل وأتطيب، آخد بقى الشاور بتاع العيد اللي كلنا عارفينه، وأحط بقى عطر كده الصبح، وبعد كده لازم أفطر. ده سُنّة وباخد عليها ثواب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيفطر على وتر من التمر، يعني إيه وتر؟ يعني 1، 3، 5، 7 عدد يكون odd number بقى عدد وتري. وبعد كده هالبس بقى هدوم العيد. طبعًا أي حاجة، أنا ممكن ألبس هدوم جديدة أو ألبس هدوم كانت عندي بس تكون نضيفة وجميلة، وأنا بالبس هاقول الدعاء: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. ولو هو لبس جديد الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. بعد كده هاروح صلاة العيد. طبعًا من السُنّة إن أنا باكبّر مع الإمام اللي هو بيكبّر في المسجد، أنا كمان باكبّر معاه بصوت عالي، باهنّي الناس وأنا رايح: تقبّل الله منا ومنكم، تقبّل الله صالح أعمالكم، باعيّد عليهم باظهر بقى الفرحة والسرور، وبنتجمّع كلّنا. وعلى فكرة يعني تجميعة صلاة العيد دي من أكتر الحاجات اللي بتفرّحنا، وبنفرح أوي لمّا نشوف أعداد المسلمين الكبيرة جدًا اللي رايحة تصلي العيد. ما ننساش إن إحنا نسلم على أهلنا ونعيد عليهم، دي صلة رحم وليها ثواب عظيم. وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب يكون السلسلة دي عجبتكم، وأشوفكم فيديوهات جديدة. سلام عليكم.